في ألمانيا احنا بناكل كيكة تفاح مع كريمة. على فكرة في ألمانيا احنا بناكل كل الكيكات معها كريمة، وده لذيذ قوي. أنا بتعلم عربي والنهاردة هعمل كيكة التفاح على الطريقة الألماني. في الأول بضرب السكر مع الزبدة، والزبدة لازم تكون طرية. هفضل أضربهم حوالي 5 دقايق لحد ما السكر يختفي. عشان القوام دلوقتي مختلف، وكمان اللون أبيض أكتر شوية. أنا لازم دلوقتي أحط البيض. هبدأ ببيضة واحدة، وكمان بستخدم فانيليا وأضرب تاني بس لحد ما البيضة تختفي، وأكرر نفس الخطوة مع البيضة التانية. دلوقتي بضيف الدقيق مع بيكنج باودر وملح على 3 مرات. هبدأ بالراحة عشان الدقيق ما يطيرش في وشي. لسه شوية. بعد ما حطيت تلت الدقيق بزود نص الزبادي وأضرب، وبعدين دقيق تاني وزبادي تاني، وأختم بالدقيق. عشان هنا لسه في دقيق لوحده، أنا بقلب كله مع بعض. عندي صينية مربعة 21 سنتي، وهحط فيها الخليط وأسويه، وده شكل القوام في الآخر. بصراحة التفاح ده شكله غريب شوية، بس أنا اشتريته النهاردة من السوق، والست هي قالت النوع ده فعلا كويس جدا لكيك التفاح، وعشان ده أنا بستخدم. النوع ده كويس عشان ساقع شوية، ولما بيتخبز بيستوي بس مش بيتهرى. أنا بقطع مكعبات وبزود رشة قرفة، وبقلب كله مع بعض، وبحط التفاح فوق الكيكة. ده خليط من الزبدة، سكر، ودقيق. دلوقتي أنا بعمل شترايسل، وأنا بستخدم إيدي. لما انتوا عايزين تعملوا كيكة تفاح ألماني لازم تعملوا ده مهم جدا جدا جدا، ومفيش كيكة تفاح ألماني من غير شترايسل. عشان الشترايسل بيدي قرمشة جميلة. لازم أدخل دلوقتي الكيكة الفرن، وأستنى ممكن 50 دقيقة. أيوة، ودلوقتي الفرن. زي ما قلت الكيكة أخدت في الفرن 50 دقيقة على حرارة 190، بس ممكن الوقت يختلف على حسب الفرن عندكم. كل مرة بزور أمي هي لازم تعمل كيكة تفاح على طول، وعشان كده لما أنا باكل كيكة تفاح أنا بفكر فيها. جربوا الكيكة دي وقولولي رأيكم، وما تنسوش الكريمة. شكرا عشان انتوا شفتوا الفيديو للآخر، ومع السلامة.